على ارتفاع 39,000 متر تقريبا فوق صحراء نيو مكسيكو، منطاد أبيض ضخم ساحب كبسولة غريبة أشبه بمركبة فضاء. واقف على حافة الكبسولة فيليكس بومجارتنر لابس بدلة رائد فضاء، وبيستعد إنه يكون أول إنسان يكسر حاجز الصوت في عملية سقوط حر هي الأولى من نوعها في التاريخ، وبسرعة وصلت لأكتر من 1350 كيلومتر في الساعة. وبعد 4 دقايق و19 ثانية من السقوط الحر بيفتح المظلة وبيوصل الأرض بسلام. القفزة اللي شافها حوالي 9 مليون إنسان لايف على يوتيوب، وده رقم قياسي وقتها. كل ده كان برعاية الشركة اللي دخلت الفيديو علشانها، ريد بول. بس ايه اللي يوصل شركة مشروبات طاقة لتنظيم حدث زي ده؟ هو ده السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة. خلينا نتعرف على نشأة الشركة ونشوف وصلت لفين وازاي. ديتريف ماتيشيتش راجل أعمال نمساوي شاطر جدا في التسويق، كان في زيارة لتايلاند سنة 1987. شاف منتج بيشربه أغلب السواقين علشان يفضلوا مصحصحين وفايقين، اسمه كراتين دينج. في الوقت ده ما كانش في حاجة معروفة اسمها مشروب طاقة في أي مكان في العالم. قرر ماتيشيتش يعمل ديل مع مبتكر المشروب التايلاندي تشاليو فيدهيا، قال له إنهم هياخدوا الفكرة ويطوروها ويسوقوا للمشروب بتاعهم في أوروبا، والبداية طبعا من ملعبه النمسا. عملوا تعديلات على الطعم والشكل ونوع العبوات، وغيروا الاسم والشعار والألوان علشان كل شيء يوحي بالطاقة. لكن زي أي فكرة جديدة الحياة ما كانتش وردي. المشروب كان غالي عن أي مشروب الناس تعرفه، وكمان كان غريب في وصفه وطعمه بالنسبة للناس، فبيعه كان صعب. وبنبدأ نتعرف على العقلية المجنونة لماتيشيتش، واللي أكيد هتنبهر بيها بعد الفيديو. ببساطة الراجل قال بما إن ده مشروب طاقة لازم الناس تشوف التأثير ده بنفسها، فقرر يبدأ الدعاية من الرياضات اللي فيها أكشن وأدرينالين عالي، زي القفز الحر، الموتوكروس، تسلق الجبال، وسباقات السيارات، لأن كل رياضة من دول بتدي إحساس بالقوة والسرعة والتحدي والنشوة، بالظبط زي ما المشروب بيقول ريد بول بيعطيك جوانح. علشان يلفت النظر أكتر كان بيوزع المشروب مجانا في الجامعات والحفلات وساحات الرياضة، علشان يرتبط المشروب بوقت السعادة وتتبني علاقة إيجابية بين المستهلك والمنتج. الانتشار الحقيقي حصل في أوائل التسعينات لما توسعوا في أسواق قريبة من النمسا زي ألمانيا والمجر، وبدأت العلامة ترتبط أكتر برياضات المغامرة. من الآخر اتحطت ريد بول في مكان محدش فكر يستغله قبلها، والأهم إنه متوافق مع المنتج. علشان سنة 2004 يعني في خلال تقريبا 17 سنة من الانطلاق تكون ريد بول موجودة في أكتر من 100 دولة، وبتبيع مئات الملايين من العبوات سنويا، وده بفضل شطارة وسياسة ماتيشيتش في التسويق. والشاطر ما بيوقفش ولا بيشبع نجاح. بعد ما ريد بول كانت راعي الفرق وسائقين الفورمولا 1 في التسعينات، بتيجي فرصة من ذهب لما شركة جاكوار ريسنج المملوكة لفورد قررت تبيع الفريق بسبب خسائر بالملايين. ما بيضيعش ماتيشيتش الفرصة وبيشتري الفريق بالكامل بمبلغ يقال إنه $1 رمزي، بشرط تحمل ديون الفريق واستمرار تشغيله. وبدل ما كان بيدفع فلوس رعاية للفرق في التسعينات، سنة 2004 رسميا ريد بول بتمتلك فريق خاص بيها، وبيظهر الفريق باسم ريد بول ريسنج سنة 2005 بألوانه المميزة. وسنة 2009 فاز الفريق بأول سباق في تاريخه، ومن 2010 ل 2013 بيسيطر الفريق وبيفوز ب4 بطولات عالم متتالية. بس كل السنين دي ما اتسحلش في الرياضات دي ووقف يتفرج على النجاح. هو كان حاطط عينه على الرياضة الأكثر شعبية في التاريخ، كرة القدم. بس بعد ما كانت كل علاقة ريد بول بالكورة هي رعاية بطولات الكرة الشاطئية أو الكرة الخماسية، فكرة فريق الفورمولا 1 ألهمته لفكرة الدعاية المباشرة. الفريق يبقى فريقنا وألوانه نفس ألواننا وشعاره هو شعارنا، ومش هدفع فلوس لحد علشان أرعى القميص بتاعه، أنا هرعى القميص بتاعي. وغير المكسب من حملات الدعاية الضخمة الشبه مجانية، أنا كمان بكسب من الرياضة نفسها زي ما حصل في رياضات تانية. فبيقرر يشتري نادي كورة، وكالعادة البداية دايما من النمسا. سنة 2005 بيشتري نادي سالزبورغ، وهو نادي غالبا بيكون في وسط الجدول، وغير اسم الفريق لريد بول سالزبورغ، وغير ألوانه من البنفسجي والأبيض لألوان ريد بول المعروفة، وغير الشعار بشعار ريد بول. وده عمل جدل كبير وسط الجماهير القديمة للفريق، لأنه تقريبا مسح هوية النادي تماما. وبعد ما كان الفريق في المركز التاسع سنة 2004 بيحتل المركز الثاني سنة 2005، وده شجعهم أكتر على تكرار التجربة. سنة 2006 اشتروا نادي مترو ستارز الأمريكي وتحول لنيويورك ريد بولز. سنة 2007 أسسوا نادي ريد بول برازيل من الصفر في كامبيناس. سنة 2009 ودي النقلة الأكبر، الاستحواذ على نادي مارك رانشتيت في الدرجة الخامسة الألمانية، وتم تحويله لريد بول لايبزيج عشان يتوافق مع اسم المدينة اللي فيها النادي. بس هنا محتاج أذكر إزاي احتال ماتيشيتش على
القانون الألماني الصارم اللي بيمنع تملك الشركات للأندية، وده عن طريق قانون بيشترط إن لازم أعضاء الجمعية العمومية لأي نادي يبقوا متحكمين في 50% زائد 1 صوت من أسهم التصويت. سنة 2009 أول ما اشترى النادي على قيمة اشتراك العضوية لمئات الدولارات ويقال $1000، وده اشتراك غالي بالنسبة لنادي درجة 5، وده خلى أغلب الأعضاء ما يجددوش العضوية. في المقابل استحوذ هو على العضويات دي عن طريق موظفين أو ناس مقربين من شركة ريد بول، فقدر يكون هو المتحكم في كل القرارات اللي تخص النادي. غير كده كمان ممنوع تسمية الأندية بأسماء شركات. الاسم الرسمي للنادي هو ريزن بول سبورت لايبزيج، وكلمة ريزن بول سبورت الترجمة الحرفية ليها رياضة الكرة على العشب، وبيتم كتابتها اختصارا RB، وده بيدي إيحاء إنها ريد بول. تالت حاجة الشعار. لحد سنة 2014 لما كان النادي بيستعد للصعود للدرجة الثانية كان شعار النادي هو نفسه شعار ريد بول المعروف، طورين لونهم أحمر وراهم قرص الشمس الأصفر. لكن الاتحاد الألماني اختاروا بضرورة تغيير الشعار علشان يكون للنادي هوية مستقلة عن الشركة، وكالعادة بيحتال ماتشيتش على القانون ده وبيلغي قرص الشمس الأصفر وبيحط مكانه كورة، وده رغم إنه ممكن يتقال عليه احتيال على القانون، لكنه يوضح لك تصميم وإصرار الراجل ده على تنفيذ خطته مهما كانت المعوقات. والدليل إن النهاردة نادي RB لايبزيج هو الأفضل ضمن أندية ريد بول. المكاسب من الكورة كانت كبيرة جدا بالنسبة لريد بول، سواء من الدعاية المجانية زي ما شرحنا في الأول، أو من البطولات اللي بتحققها الأندية، أو تطوير المواهب وبيعها بمبالغ ضخمة للأندية زي نابي كيتا وساديو ماني وسوبوسلاي، وأهمهم طبعا إيرلينج هالاند. خلينا نرجع لسنة 2007 لأن دي من أهم السنين في تاريخ شركة ريد بول، واللي كانت سبب رئيسي في وصولها للمكانة اللي هي فيها النهاردة. سنة 2007 التأسيس الرسمي لريد بول ميديا هاوس. اتأسست فين؟ في النمسا. وظيفتها إيه؟ تصوير وإنتاج فيديوهات وأفلام بس مباشر للأحداث اللي بتنظمها ريد بول، مجلات وكتب، إنتاج موسيقي ودعم فنانين. الشركة وظفت صحفيين ومصورين ومنتجين سينمائيين من أعلى مستوى علشان تضمن جودة عالمية تنافس القنوات الرياضية الكبيرة. بتتربح إزاي من الفكرة دي؟ قبل ريد بول ميديا هاوس كانت ريد بول بتنظم الحدث وتستدعي القنوات والبرامج علشان تسجل الحدث أو تبثه على الهواء، والعوائد أغلبها بتعود على القنوات دي، والفايدة الريد بول شبه دعائية فقط. كمان في لحظات بصرية مذهلة في الفعاليات دي ما كانش بيتم تغطيتها بالشكل اللي ماتشيتش عايزه. هو عايز يكون مسيطر ومتحكم في كل شيء، فقرر إنشاء ريد بول ميديا هاوس وتصوير ومونتاج كل شيء يخص الفعاليات، وبعد كده يقدر يبيع هو المواد دي سواء صور أو فيديوهات أو حتى أخبار للقنوات. وبدل ما كان هيدفع للقناة علشان تعمل له إعلان مدته ثواني أو دقايق، بقت القناة هي اللي بتدفع له ثمن العروض أو الفعاليات اللي بينظمها، وبتبث شعار ريد بول على الشاشة لمدة طويلة ممكن تمتد لساعات، زي المثال اللي بدأنا به الفيديو، القفزة الشهيرة لفيليكس بومجارتنر سنة 2012، واللي كان أشبه بفيلم سينمائي على البث المباشر. لحد دلوقتي الموضوع بدأ مع ماتشيتش بالاستثمار في مشروب طاقة، ثم الاستثمار في الرياضة، والاستثمار في الميديا، 3 مجالات أقوى من بعض، بس شطارته إنه قدر يربط الثلاثة ببعض في دائرة مغلقة، مفيش مجال فيهم يطغى على التاني ولا يستغنى عنه. وصلنا للنهاية. اقترحوا علينا فكرة للفيديو الجاي في التعليقات. لو مش مشترك اشترك في القناة. لو وصلت لحد هنا ادعمنا بلايك وشير. دمتم في أمان الله. سلام.